يعني هي فاهمه العداده غلط، هي فاهمه، بس ما تحاوليش، ما تجيش ناحيتي، موضوع كذا لا ما تقربيش. فجيت في لحظه قلت لها ستوب، خلاص اتس اوكي، انت مش حابه. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا. في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا، ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده، حكايه عنيده بجد. انا لازم ابص في الابلكيشن بتاعها من كتر الحكاوي اللي فيها. اولا هي جالها سكر حمل، يعني هي كانت حامل كذا مره ومن ضمن الحمل فيها كان فيه سكر. طيب ارتجاع بعد التكميم، عملت عمليه تكميم او قبل ما نخش في التكميم. طبعا كان اول حمل ليها كان وزنها 125، وقبل ما تخش الحمل كانت 92. مع الحمل الثاني الوزن زاد رقم كبير. بعدها عملت تكميم بعد الولاده على طول، وكان قبل التكميم وزنها مثلا 142 تمام، وصل ل 120، بعد كده حصل ثبات وزن، وقف ما نزلش وزنها بعد التكميم تمام. طيب ايه اللي حصل تاني؟ ارتجاع مستمر بعد التكميم، ارتجاع مستمر ما بيقفش، حموضه عاليه جدا، ودي من سايد افكت العمليه. حلو كده. بصوا بقى على العادات كمان بتاعتها. الشاي، كميه شاي غير طبيعيه في اليوم، عدد كوبايات الشاي، ولازم الشاي يغلي جامد جدا. 5 معالق سكر في كوبايه الشاي تمام. العسل مع الكيك مع الشاي دي حاجه عادي جدا. عسل اسود برضو الحاجات اللي هي بتحبها. الشاي بحليب على حد تحملها، ده حاجه ادمان، ما تحاوليش، ما حدش يتكلم معايا في قصه الشاي بالحليب. وانا اصلا ببقى يعني اجنس كلمه ادمان، هو في اعتماديه مش ادمان، يعني الجسم اتعود عليها. النوم طبعا بيكون متاخر. كومبليكيتد قوي الفكره، ان انا المفروض كانت جايه من على السوشيال ميديا، يعني عارفه ان انا حد بتاع تشينج بيهيفير، بتاع تغيير سلوك، فانا بشتغل كهيلث كوتش. فلما بشتغل بالابروتش اللي هو CBC اللي هو كوجنيتيف بيهيفير كوتشنج، ان احنا بنشتغل على اللايف ستايل موديفيكيشن. طيب انا عشان اعدل سلوك بني ادم، هو لازم هو يكون كبني ادم هو عايز التغيير. فطبعا في محاولات وجلسات في الاول ان احنا نسيت الاوبجكتيفز بتاعتنا، ففيش كام سيشن هوب حامل تاني وهي معايا. قلت انت مرزقه ولا ايه؟ ده رزق ده يا حاجه ولا ايه؟ المهم فضلت متابعه شويه، وفي النص بقى يعني اللي هو ايه، يعني هي فاهمه العداده غلط، هي فاهمه، بس ما تحاوليش، ما تجيش ناحيتي، موضوع كذا لا ما تقربيش. فجيت في لحظه قلت لها ستوب، خلاص اتس اوكي، انت مش حابه، وانت فاهمه ومقتنعه وعارفه الصح والغلط، ولكن انت مش عايزه دلوقتي يحصل تغيير. اتس اوكي. طبعا احترمت ده كويس جدا، وقلت لها وقت ما تحبي تحتاجيني في اي وقت، او محتاجه ان انت تاخدي اكشن بلان، او ان انت تحتاجي ان انت تتغيري، بابي موجود وخبطي وتعالي لي. ده يقول ايه؟ ده يقول مش معناها ان انا كهيلث كوتش ان انا فشلت، لان انا فشلت او نجحت مش انا اللي بفشل، لان الكلاينت هو المايسترو، هو اللي معاه الهاند اصلا، هو السواق، هو اللي بيسوقني، هو اللي بيقول لي انا عايز امشي في الطريق ده، انا عايز اوصل للجول ده، لا انا عايزه اوصل ده. فلو هو ما عندوش الرغبه دي، مفيش حاجه من جواه بتحركه، انا استحاله اقدر ان انا اعمل له حاجه، لان انا ما ينفعش افرض رايي عليه، انا لازم احترم رغبته تماما. وقت ما يبقى عنده استعداد، لان ده من مراحل التغيير يا جماعه، ما في كذا مرحله احنا بنمر بيها. مرحله ما قبل التفكير دي ممكن بني ادم يقعد فيها كتير جدا، فاحنا دورنا هنا ساعتها ان احنا بنحترم ده، وبنستنى وقت ما انت تعوز تتغير انا موجود. فعايزه اقول ان اي بني ادم فيكم عايز يعمل حاجه، عمرك ما هتعرف تعملها الا لو انت عندك القرار، انت عايز تتغير، ومش عوامل خارجيه، يعني مش ضغط من بابا، ضغط من جوزك، ضغط من دكتور، اي ضغوط خارجيه بتيجي عليك صدقني مش هيبقى فيه استمراريه، وهيحصل انتكاسه في وسط الطريق، وده طبيعي اصلا يحصل، ودي من مراحل التغيير. ولكن لو الحافز من جوه، لو الرغبه من جوه، ساعتها بس بتقدر تمشي الجيرني دي، وبيحصل التشينج وبيحصل تغيير، وبيبقى احتمالات نجاح بتبقى قويه جدا. وصلت؟